السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواد سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن الإهمال المميت اللي ممكن يخليك تصرف فلوس كتير جدا مرة واحدة بسبب الإهمال. طبعا النهارده معانا عربية لانسر كريستالا، وقلت لكم يا جماعة كتير جدا عن فيديوهاتي لازم تبقى باستمرار بتعمل صيانة دورية لعربيتك. ما تسيبش عربيتك كده مدة طويلة ما تكونش بتعمل فيها حاجة، وما تعملش حاجه غير لما تكون العربيه تعطل. زي العربيه دي مثلا، العربيه دي كانت فيها مشكله في الكوبلين خلاص فرق، وطبعا هو اضطر غصب عنه اللي هو يعمل الكوبلين، العربيه عطلت. تعالى بقى نشوف العربيه دي محتاجه ايه علشان ترجع زي ما كانت تاني. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، ادي علبه الدركسيون يا جماعه. علبه الدركسيون متفرتكه خالص، حتى كاوتش المزيكا بتاعها متقطع خالص. دي اول حاجه. يبقى انا محتاج علبه دركسيون لا تقل عن سعرها لو هجيبها استيراد 3 ونص. هنحسب مع بعضينا كده علشان ايه، نشوف العربيه دي هتصرف كام تقريبا لو حب يرجع العفش زي ما كان. ده اول حاجه. يبقى قلنا علبه هتعمل لها من 3 ونص، من 3 ل 3 ونص استيراد. والله اعلم، انا بقول ده سعر قديم، دلوقتي ممكن تعدي الرقم ده. لو انت هتجيبها جديده هتعدي معاك ال 5000 جنيه. دي اول حاجه. وتاني حاجه محتاجين طقم مساعدين زي ما انتم شايفين كده. ادي المساعدين معلقه زيت خالص، المساعد معلقه زيت اهو، مساعد معلقه زيت طافح خالص زيت اهو، زي ما انتم شايفين الزيت طفح اهو من في العربيه خالص. يبقى انا محتاج طقم مساعدين سعره لا يقل عن 2000 ونص. يبقى قلنا 3 ونص و2000 ونص يبقى 6000 جنيه. ده كده حاجه. محتاج كياش ميزان او صوابع ميزان، مسامير ميزان، ومحتاج مقصين. سعر المقصين لا يقل عن سعرهم 2000 جنيه بكاوتش الميزان، بكياش الميزان. يعني ممكن تخش لك في 2200 2300 جنيه القصه دي. يبقى قلنا 2000 جنيه او 2200 مع 6000 ادي 8000 جنيه. طبعا احنا غيرنا جوز كبالن. سعر الكبالن بتروح من 1000 ل 1000 ونص على حسب نوعها، على حسب النوع. يبقى قلنا كده هنا طبعا التغيير الكبالن ضروري، لان الكوبلين طبعا فرق، وانا هوريكم الكوبلين فرق ازاي وطالع متكسر. يبقى انا كده هنا ايه محتاج قلنا 8000 جنيه وكوبلين قول اقل سعر 1000 جنيه ادي 9000 جنيه. يبقى انا محتاج علشان ارجع العربيه دي زي ما قال الكتاب. وطبعا لسه كمان ما شفناش البطاحات، الله اعلم البطاحات فيها ايه. ومحتاجين صدادات. طقم الصدادات بيتراوح من 150 ل 300 جنيه النضيف، من 150 ل 300 جنيه. والبطاحات بردك نفس الكلام. عشان تجيب جوز بطاحات مضافه اقل حاجه البطاحه تعملها 400 من 450 ل 500 جنيه. يبقى احنا دخلنا علشان تعمل شويه عفشه في العربيه دي وترجع العربيه زي ما كان، عايز 10000 جنيه. تعالى بقى نمشيها بخطوه خطوه كده وواحده واحده. طبعا الكلام دي اسعار دلوقتي. لو كنا في العربيه دي كان كل مشكله حصلت في العربيه دي اتحلت بسرعه وغيرت الجزء نفسه، كان طبعا التكلفه هتقل النص. يعني انا لو بنتكلم في مساعدين 2 ونص كنا هنتكلم في مساعدين 1000 ونص مثلا او 1300. نتكلم في علبه دركسيون كانت بتعمل لها 3 ونص، من 3 ونص استيراد كنت هتجيبها من 2000 ل 2200 2300. والعكس في الجديد، يعني العلبه مثلا هتروح من 5000 جنيه جديده كنت هتجيبها ب 2 ونص هتجيبها ب 3. نفس القصه جزء المقصات. يوم ما كنت تجيب مقصات وتتمعظم قوي وتجيب انضف مقصين، بتجيب المقصين ب 2200 جنيه، ب 2200 جنيه. وكان المقص في مقصات بتعمل 350 جنيه الفرده و300 جنيه على حسب نوعها. كنا بنتكلم عن الكبالن. لو كان في مشكله في الكبالن كنت الكوبلين نفسه طقم الكبالن التايواني كان بيعمل 500 جنيه، من 450 ل 500 جنيه الكبالن التايواني. طبعا احنا ما اتكلمناش على كوبلين داخلي، ولا اتكلمنا على بيري عجل، ولا اتكلمنا على طنابير. يا جماعه انا عايز اقول حاجه، حسيت بمشكله في العربيه فالحق اعملها. النهارده المشكله دي هتكلفك جنيه، بكره هتكلفك 10. ده كمان غير ايه، سيبك من المشكله في سيها، احنا بنتكلم كمان اللي هي بتسحب حاجات مع نفسها. يعني العربيه دي لو كان صاحب العربيه كان اهتم بالصيانه بتاعتها وبدا يعمل شغل في العربيه، كان هيبتدي اللي هو دلوقتي غصب عنه كده يتصرف. زي دلوقتي العربيه هو عمل اللي دلوقتي يمشيه، اللي هو الكوبلين فرق
فغير الكوبلين. غير كده لو الكوبلين ما فرقش كان هيفضل ماشي بالعربيه والله اعلم هتعطل بيك. تخيل انت بقى مثلا العربيه دي عدت، احنا دلوقتي العربيه عدت في وسط المدينه، الله اعلم بقى لو انت كنت ماشي بقى في مكان صحراء ولا الكلام ده، شوف انت هتصرف كام ونش وهتصرف كام لو العطله ذات نفسها هتخسرك قد ايه. فانا بقول لك لو انت عندك مشكله في عربيتك او ما عندكش او انت مش حاسس، يعني ناس كتير قوي جدا بتجيلي مثلا تقول لي انا عندي مشكله في العربيه ولما اجي ارفع ما عنديش مشكله في العربيه، لما اجي ارفع العربيه الاقي العربيه كلها عنده بايظه. ليه؟ بسبب اللي هو شايف اللي كده ما عندوش مشكله. فحابب اقول حاجه يا جماعه، الصيانه الدوريه للعفشه ان اهم حاجه في العفشه، لان العفشه مصاريفها كتير جدا وهتلاقي نفسك في الاخر بتصرف عشان تعمل العفشه لا تقل عن 10000 جنيه عفشه. شكرا ليكم في قناه مواهب ثروت مع وليد حسين. طبعا ده يا جماعه الكوبلين اللي انا قلت لكم عليه اللي هو فارق زي ما انتم شايفين متكسر خالص الكوبلين والشبكه طالعه منه، حتى زي ما انتم شايفين جوه الكوبلين مفيش نقطه شحن، الكوبلين ناشف. وده الكوبلين التاني طبعا احنا غيرنا الكوبلينين زي ما انتم شايفين الكوالين الكاوتشه بتاعها متقطع خالص. هنا الكوبلين اصلا يعني لو هنا بصيتوا هنا كده الكاوتشه متقطعه، بس تحس ان الكاوتش لسه متقطع قريب، فالشحم لسه محتفظ جوه الايه، جوه الكوبلين. هنا مفيش شحم، الشحم ناشف خالص، حتى الشبكه بصوا يا جماعه ناشفه ازاي. فهنا يا جماعه زي ما قلنا عندك كاوتش الكوبلين، يعني مثلا في الموضوع ده هنتكلم عن الكوبلين ده مثلا. الكوبلين دلوقتي لو كان اول ما شاف الكاوتش مقطوع وغيرها كان حافظ على الكوبلين نفسه، كان جاب كاوتشه وهتشحمه ويقفله لو الكوبلين ما بيطقطقش. لو الكوبلين طقطق طبعا ما انصحكش ان انت تغير له كاوتشه وتفكر ان انت تحافظ عليه، لا خلاص سيبه يجيب اخره خالص، وبعد كده ايه غير الكوبلين كامل، غير كوبلين كامل. ليه انا بقول لك كده؟ لان لو الكوبلين بيطقطق وانت فكيت وغيرت كاوتشه هتصرف عليه فلوس وفي الاخر مش هتحس بنتيجه، مش هتحس بنتيجه. امتى غير كاوتشه؟ لو عندي الكوبلين ما طقطقش، الكوبلين ما طقطقش وانا شايف لو شايف الكوبلين بحاله سليمه، لان كمان ممكن تبقى عندك الكوبلين ما بيطقطقش تيجي تفكه وتشحمه يطقطق بردك معاك. يبقى اهم حاجه يبقى انا عارف ان الكوبلين ده لسه حالته جديده وسليم، ما تهانش بمعنى صح. يعني ايه ما تهانش؟ يعني الكوبلين ذات نفسه ما دخلش فيه تراب او شحمه نشف في القصه دي. يعني لو شحم الطري زي كده مفيش مشكله افكه واغير له كاوتشه. اما لو هنا مثلا الكوبلين بالشكل ده وما بيطقطقش معايا وحبيت ان انا اشحمه، ما انصحكش، لان الشحم هنا هتغير مسار البلي على طول لما تيجي تركب الشحم وهتلاقي الكوبلين طقطق معاك. وده بيحصل كتير جدا مع ناس كتير، يعني ناس كتير تيجي تقول لي غير لي كاوتشه، اقول له الكوبلين ده هيطقطق، فيقول لي ايه لا مش هيطقطق ركب بس كاوتشه، وبعد ما نشحم تلاقي الكوبلين طقطق على طول ما كانش بيطقطق. فده اهم حاجه برضك مع تغيير الكاوتشه. يا رب يكون الفيديو عجبكم.